طيب كلامنا النهاردة عن مهارة من أسهل المهارات اللي تقدر إن أنت تدخل منها دخل بجانب دراستك زي ما أنا عملت. طيب إيه المهارة دي؟ هي مهارة الوايت بورد أنيميشن، مهارة سهلة وبسيطة تقدر زي ما قلت لك إن أنت تمارسها بجانب دراستك. ده اللي حصل معايا في الإعدادية. خليني أحكي لكم بقى الموضوع من الأول إزاي ابتدى معايا الفريلانس بالتفصيل. الموضوع ابتدى من ستة ابتدائي. كان في لما انا نزلت شغل اوفلاين كان الموضوع معقد شويه، بحيث ان انا مش عارف اخد الحريه بتاعه ان انا اعمل حاجه بنفسي، او لا لازم يكون في حد بيقول لي اعمل كذا. وكل الطريقه دي ما كانتش احسن حاجه. انا كشخص لازم اللي هو اكون فري كده، حر اعمل اللي انا شايفه، وبعد كده بعدل عليا. فما عجبنيش الموضوع، وابتديت ادور ان انا ازاي اطلع نفسي من النقطه دي. فدخلت في مجال الفريلانس، قعدت اقرا عنه واعرف يعني ايه فريلانس. هو عباره عن انك بتشتغل من البيت، بتقدم مهاره بعيدا بقى عن السبوبه. حرفيا دلوقتي اي حاجه دلوقتي حاليا بيقولوا عليها سبوبه. هديكوا امثله كمان شويه. آه، في اختلاف ما بين السبوبة ومصدر الدخل. ان انت يكون عندك مهارة بتقدمها قصاد ان انت تاخد فلوس. دي مهارة، حاجة متبادلة. دي حاجة تقدر ان انت تعتمد عليها، غير السبوبة انت حاجة بتشتغل عليها، ويا عالم هل مكملة معاك بكرة ولا لا، ولا خلاص كده. كل ده هنعرفه مع بعض كمان شوية. المهارة دي ابتدت معايا من وانا في اولى اعدادي. ابتدى الموضوع ان انا كنت بقرا عن الفريلانس وازاي اتعلم مهارة سهلة ادخل منها فلوس في وقت قصير جدا. خبطت في مهارة الوايت بورد انيميشن، ابتديت ان انا اتعلمها. بس في الوقت ده علشان ان انا اتعلمها كان المفروض ان انا اشترك في كورس حوالي، كان سعره كبير شوية عليا. فما كانش معايا المبلغ ده ساعتها. فطبعا اعمل ايه عشان انا اتعلم؟ دخلت على اليوتيوب وقعدت ادور. ما لقيتش اي محتوى عربي في الوقت اللي انا كنت بدور فيه. فاتجهت على طول للهنود. الهنود بينزلوا اي حاجه تخطر على دماغك انت بتدور عليها هتلاقيها عندهم. ما كنتش فاهم اي حاجه من اللي هم بيقولوه. بس بقيت احمل الحاجات اللي هم شغالين عليها والابليكيشن اللي هم بيستخدموها، وامشي معاهم خطوه بخطوه. ومع الوقت ابتديت ان انا اتعلم واعلم نفسي حاجات اكتر واكتر واكتر. ومع الاي اي ابتدى الموضوع يتحسن بطريقه ممتازه جدا. طبعا انا اخدت وقت طويل جدا لحد ما اتعلمت المهاره دي، لاني ما اتعلمتش على بلان مستقيمه. اتعلمت على اللي هو ما فيش حاجه مترتبه، معلومه من هنا ومعلومه من هنا ومعلومه من هنا. فالدنيا كانت بايظه في الوقت ده. طيب ايه المهاره دي؟ هي مهاره بت بت بتترجم الفويس اوفر لانيميشن. كل ده هوريهولك دلوقتي عملي، يعني ازاي بيحصل. تمام. العميل بيجيلك بفويس اوفر مثلا مدته 4 دقايق. بيطلب منك حاجات معينة، ستايل معين في الوايت بورد انيميشن، وبتبدأ ان انت تنفذه له خطوة بخطوة. مثلا وقفت معاك حاجة بتبدأ ان انت تبعت له كل الكلام ده. مين بدأ في المهارة دي في أول رحلة ليه؟ مستر محمد صلاح. مستر من أحسن الأساتذة بتوع اللغة العربية. أكيد كلنا عارفينه يعني. كان في بداياته يبدأ من المهارة دي. حاليا عنده تقريبا فوق ال7 مليون متابع. رقم بسم الله ما شاء الله كبير جدا. ايه فايدة المهارة دي؟ بتخليك تفوكس، او بيخلي الشخص اللي بيتفرج عليك يفوكس جدا على الحاجة اللي انت بتقدمها. لو انت بتقدم كورس هيفوكس معاك جدا عليه، لانها بتشتغل بطريقه الرود ماب اللي هو حرفيا انت يعني الايد دي اصلا لوحدها اللي بتطلع على الشاشه بتخلي اللي قدامك لوهله ان هو يركز معاك فعلا، حرفيا يبقى مركز معاك بطريقه ممتازه جدا. دي بتساعد المدرسين على انهم يشرحوا المناهج بتاعتهم بطريقه سلسه جدا. لو انت فريلانس زي ما هوريكوا دلوقتي، تقدر ان انت تشتغل مع اجانب بره مصر. تقدر ان انت تكريت لهم فيديوهات عن طريق مهارة الوايت بورد انيميشن. حاجة تانية كمان، لو اتعلمت بجانب الوايت بورد انيميشن الافتر افكت، انت هتعمل ميكس جامد جدا يعني في المهارة دي. لان الافتر افكت برضو تقدر ان انت تكريت عليه فيديوهات وايت بورد انيميشن بطريقة فري اكتر، حرية اكتر. ان انت يكون في زوم ان وزوم اوت وكل الكلام ده. طبعا احنا مش هنتعلم افتر افكت لان هو يعني برنامج كتير جدا. احنا هنتعلم مهارة الوايت بورد انيميشن. طيب المهارة دي انت هتتعلم معايا ايه فيها؟ خلينا كده، ده الويب سايت اللي قدامكم، ده الويب سايت بتاع المنصة. حاليا هو لسه ما بقاش بابليك. حاليا شغالين على حاجة تانية، بس كمان يعني كمان يومين كده الموقع هيكون بابليك عادي جدا. الناس هتخش تحضر عليه السيشن عادي. تمام. طيب هنخش كده واحدة مع بعض. دي الموقع. تتعلم ايه معانا؟ اول حاجة هتتعلمها معانا وهي اساسيات الانيميشن. هتعرف معانا يعني ايه انيميشن. اصلا ايه فكرة الانيميشن؟
هي عبارة عن صور بتتحط جنب بعض بتايم معين، بتوحي لك ان هي اصلا فيديو، وهو اصلا مش فيديو. هي صورة جنب صورة جنب صورة جنب صورة جنب صورة جنب صورة، وكل الكلام ده بيترجم في الاخر لفيديو. زمان لما كانوا بيكريتوا فيديوهات الانيميشن، كان بيبقى عبارة عن رول ورق كده مرسوم عليه كرتون مثلا، او مرسوم عليه الكاركتر اللي هيتحرك، بس بطريقة غير منتظمة. يعني مثلا هو بيمشي خطوة، الورقة اللي بعدها خطوة كمان، خطوة كمان، خطوة كمان، وهكذا. فالموضوع ده بيترجم في الاخر لفيديو. كل ده هنعرفه مع بعض، وهتعرف معايا يعني ايه انيميشن، وهتعرف معايا اكتر يعني ايه كي فريم، لان الوايت بورد انيميشن بيعتمد على الكي فريم. تاني حاجة هتتعلمها معانا وهي الفويس اوفر، واحدة من اهم الحاجات، بل تكون اصلا لو انت اصلا مش عندك ان انت ازاي تستغل الاي اي وتستغل ان انت تكريت فويس اوفر بطريقة احترافية، اعتبر نفسك ما عندكش اي مهارة اسمها وايت بورد انيميشن. المهارة دي قايمة على الصوت. تمام. هتتعلم معايا ازاي تكريت فويس اوفر بطريقة احترافية عن طريق الاي اي، بطريقة انا متأكد انها ما اتشرحتش قبل كده على اليوتيوب خالص، لان التركاية دي انا عرفتها مع الوقت لاني استخدمت برامج اي اي كتيرة جدا. ايه هي الطريقة دي؟ انت بتخلي الاي اي يبقى فيه تفاصيل دقيقة جدا للحاجة اللي انت عايزها. يعني لو بتكريت اعلان، هتحط له التفاصيل الدقيقة جدا دي، انت مش هتجيبها، انا هقولك ازاي تجيبها. ان هو يكريت الفويس اوفر بتون معينة، هنا امتى يبقى عالي، وهنا امتى يبقى واطي، وهنا امتى يزعق، وهنا، فاهم؟ الكلام ده كله هتعرفه معايا. هتتعلم معايا ازاي تأديت على الفويس بعد لما انت تكريته. كمان حاجة كمان برضو مش موجودة، غالبا يعني مش منتشرة كتير، ان انت لو مش عندك مايك، تقدر ان انت تسجل فويس اوفر عن طريق الموبايل بتاعك وتربطه بالكمبيوتر او اللاب اللي انت شغال عليه. حتة الكمبيوتر واللاب دي هنرجع لها في الاخر كده، علشان انا متأكد ان في ناس كتيرة مش عندها اجهزة تشتغل عليها. آه، ازاي تربط المايك بالكمبيوتر؟ هو المايك بتاعك بيبقى على الموبايل عادي جدا، هخليك تستغله ان انت منه فويس اوفر بكواليتي عالية جدا على الكمبيوتر. تمام. تاني حاجة او تالت حاجة هتتعلمها معايا برضو، زي ما قلت لك هنسطب الابليكيشن مع بعض، والبرامج اللي احنا هنستخدمها، والبلان اللي هنمشي عليها، وكل الكلام ده. اهم حاجتين اللي جايين دول مكملين معاك في اي سكيل انت هتخش فيها، سواء جرافيك، سواء فيديو اديتنج، اي مهارة انت هتدوس فيها هتلاقي المهارتين دول لازم يكونوا معاك. اول حاجة هنكريت بروتوفوليو احترافي. هنقف هنا شوية عند النقطة دي. يعني ايه بروتوفوليو؟ هي الحاجة اللي بتوصفك انت، الحاجة اللي بتميزك عن غيرك، الحاجة اللي بتوري للعميل شغلك عن شغل غيرك، عن شغل غيرك، وهكذا. البورتفوليو واحد من اهم العناصر الاساسية في اي مهارة انت شغال عليها. بتكون عبارة عن بيج على لينكد ان او تيك توك او انستجرام او يوتيوب، كل الكلام ده. بس ازاي تخلي نفسك مميز في الحتة دي؟ هعلمك حاجة اسمها فايب كودينج. فايب كودينج بتندرج تحت قسم البرمجة. مش هعلمك برمجة، هعلمك فايب كودينج. فايب كودينج دي ميكس ما بين الاي اي والبرمجة، الاتنين كده داخلين مع بعض بيطلعوا لنا مصطلح اسمه الفايب كودينج. هعلمك ازاي تكريت بورتفوليو ليك كده، بورتفوليو تعرض عليه شغلك وترفعه على استضافة. كل ده هنعرفه مع بعض عن طريق مهارة الفايب كودينج، بحيث ان انت تكون مميز عن غيرك، وفي نفس الوقت برضو يكون عندك بلاتفورم السوشيال ميديا بتاعتك بتنزل عليها شغلك عادي جدا. افتر بيفور وافتر، يعني قبل وبعد، كل ده هنعرفه مع بعض. تاني حاجة هتتعلمها معايا برضو في جزئية البورتفوليو، انك تكريت صفحات على الانستجرام، او المنصة اللي احنا هنشتغل عليها هي انستجرام، وبرضو يوتيوب، لان الاتنين دول مهمين جدا ان انت تنزل عليهم شغل. كل الكلام ده هتعرفه معايا. اخر حاجة بقى هتتعلمها معايا، واللي دي صراحة يعني من اهم الحاجات برضو، هي ازاي ان انت تجيب عميل. مهم جدا اوي ان انت تتعلم ازاي تجيب عميل، وازاي تقفل معاه الديل صح، بحيث ان انت طريقة كلامك مع العميل بتوري له ان انت فعلا حد بروفيشنال ولا حد عادي، ولا اللي هو يعني، طب انت ايه اللي يميزك عن غيرك؟ انت ايه اللي فيك هتفيدني انا عن ما انا اروح مثلا لمكان معتمد اعمل فيه المهارة دي، او اعمل فيه الفيديو اللي انا عايز اعمله. كل الكلام ده هتعرفه معايا. أه عايز اقول لك على حاجة كمان. في المهارة دي بالذات، دور على انك ازاي تطور من نفسك في اي مهارة انت تدوس فيها. يعني على سبيل المثال، دلوقتي انت هتخش في مجال الموشن جرافيك، يبقى تدرب الالجوريزم بتاعت السوشيال ميديا على انها تجيب لك فيديوهات ليها علاقة بالموشن جرافيك. دور ازاي تطور من نفسك، لانك صدقني لو انت مش عندك
ثغرة ان انت تطوير الذات دي مش هتوصل لاي حاجة. صدقني زي ما بقولك، لازم يكون عندك ثغرة تطوير الذات، ان انت تبقى عايز تتعلم هنا وتتعلم هنا وتتعلم هنا. الموضوع يبان تشتت في الاول، بس دي المرحلة اللي انت لازم تكون عندك خلفية في ده وخلفية في ده وخلفية في ده، بحيث ان انت تفتح دماغك وتفتح طريقة تفكيرك، وفي المستقبل تغير يعني اللي هو يكون عندك بيز قوية جدا، بحيث ان انت ما تجيش في اولى كلية وتقول ها يلا بينا نبدأ هنتعلم ايه، وتبص تلاقي واحد بادئ من بدري تلاقيه عداك وماشي زي الصاروخ، وانت حرفيا مش هتتشاف. هيبصوا له هو وانت مش هتتشاف. مش بتكلم على الكلية بس، بتكلم عن حياتك عموما يعني. دلوقتي السوشيال ميديا هي ترند دلوقتي، هي ان انت لو عايز تكريت اي مشروع ليك بتكريته على السوشيال ميديا. بالمناسبة انا دلوقتي مش بتعلم موشن جرافيك خالص، تمام. انا خلاص خلصت جزئية الموشن جرافيك دي في الاعدادي. يعني في مرحلة الاعدادي انا قدرت ان انا ادخل دخل محترم جدا من مهارة الوايت بورد انيميشن. بس اللي هو انا بحب اجدد، تمام. خلاص خلصنا جزئية، ننتقل بقى لجزئية تانية اعلى منها، ادفانس. انا حاليا بتعلم ماركتينج، بتعلم ازاي اكون ميديا باير شاطر، بحيث ان انا اللي هو برضو دي حاجة ليها علاقة بالفريلانس، ان انت تشتغل من البيت، ان انت تكون عندك سكيل تانية جنب السكيل الاولانية اللي عندك، برضو دي كويسة. انا مش بقولك النقطة دي علشان اقولك انا مثلا بتعلم ايه، انا بقولك ان انت ازاي تحط هدف ليك، وتبدأ الهدف ده لو هو كبير تجزأه تجزئة كده، بحيث ان انت توصل للهدف الاول تخلصه تخش على التاني. طالما وصلت للاول يبقى التاني سهل والتالت سهل، وهكذا لحد ما توصل للهدف اللي انت عايزه. حاليا بتعلم ميديا باير، تمام. والمشروع بتاعي هو بصمة. حاليا انا مش في الموضوع ده لوحدي، انا معايا صديق ليا. طبعا مهم جدا ان انت تختار الصديق بتاعك، لان الصديق حرفيا حرفيا لو انتوا الاتنين كده انت بتقول عليه ان هو صديقك جدا يعني، هو اللي يعني هو اللي هيغيرك. لو هو كويس وبيفكر ان هو ازاي يكون ناجح، هيخليك كويس وتفكر ازاي تكون ناجح. لو بيفكر ان هو يكون عنده دخل محترم من غير ما ينزل الشغل، او من غير ما يمارس حاجات كده معقدة، ينزل 8 ساعات 12 ساعة، كل الكلام ده برضو انت هتكون زيه وكده. بص من الاخر الصديق اللي هو الصاحب ساحب زي ما بيقولوا. فمهم جدا ان انت تختار نقطة الصديق دي. انا عارف ان انا بتفرع بعيد عن المجال، بس الحاجات دي لازم تكون عارفها في الاول، علشان تبدأ ان انت تشتغل يعني، وتبدأ ان انت فعلا تعمل حاجة. بصمة هي مش بس منصة عادية، انا هدفها الاساسي ان يكون الطالب بيتفاعل مع الشخص اللي قدامه لايف. بمعنى، اكيد كلكم عارفين منصه اي سكول، اللي هي المنصه العالميه للبرمجه. محمد جويش هو الكو فاوندر بتاع المنصه دي. فنفس الفكره هتكون بتاعه بصمه، بس بطريقه تفصيليه اكتر يعني. انا مش عايز الدروس يعني، هتكون في تو سيكشن، قسم للدروس وقسم للكورسات. انا مش عايز الدروس تكون مسجله، انا عايزك تكون قدام المدرس شبه السنتر كده، بس قدامه تفاعلي لايف، هو معاك كده. كل الكلام ده ان شاء الله، انا عارف ان الموضوع كبير ومعقد جدا، بس ان شاء الله طالما زي ما بقولك حطيت هدف ليك، وتبدا ان انت تجزأه تجزئه. يعني ايه تجزئه؟ يعني مثلا في البدايه انا اكري التيم، عشان التيم ده يساعدني، التيم ده يساعدني ان انا اسهل على نفسي الموضوع، آه، ابتدي ان انا اكتسب مهارات تانية تفيدني في مجال البيزنس اللي انا عايز افتحه. كل الكلام ده. تاني حاجة اعملها علشان افتح ويب سايت علشان اعرض عليه الخدمة اللي انا بقدمها. كل الكلام دي اهداف صغيرة انت بتبقى عايز توصل لها، علشان لحد لما توصل للهدف الكبير بتاعك. كل الكلام ده بقى مهم جدا زي ما قلت لك، انت تحدد الهدف بتاعك. طيب تاني حاجة بقى في البصمة هي كورسات، ان انت تتعلم ازاي برضو تستفيد من موضوع الكورسات ده. تتعلم فريلانس، تتعلم وايت بورد انيميشن، هتلاقي عليها المونتاج، هتلاقي عليها الموشن جرافيك، هتلاقي عليها البرمجة، السي اس 50، ال اتش تي ام ال، سي اس اس، جافا سكريبت، كل الكلام ده هتلاقيه ان شاء الله على المنصة. الاونلاين خلي بالك دخله اكتر من الاوفلاين، تمام، عشان تكون واضح، بس لو انت استغلته صح، تمام. انا هعرض دلوقتي عليكم امثله. هنخش دلوقتي على اليوتيوب وهجيب لكم مهاره الوايت بورد انيميشن. احنا هنشتغل على برنامج اسمه فيديو سكرايب، وهنعمل ايديت على برنامج اسمه ادوبي اديشن. كل الحاجات دي هنركز عليها مع بعض قدام في كل سيكشن ليها. انا مش عايزك تتشتت، النهارده سيشن هندردش فيها مع بعض. انا دلوقتي بجيب فيديو قديم، لان دلوقتي بسم الله ما شاء الله محمد صلاح بقى بيشرح
على البورد يعني، طور يعني. وعندك قناة اخضر، قناة ممتازة جدا لو انت عايز تطور التغذية البصرية بتاعتك، بحيث ان انت تلاقي افكار تشتغل عليها. بص احنا ممكن نجيب قناة اخضر اسهل، وفي قنوات كتيرة جدا بتشتغل بستايل الافتر افكت هوريها لك برضو. اللي معرفش، قناة اخضر هي تقريبا قناة بتلخص الكتب بحيث بمهارة الوايت بورد انيميشن. بص دلوقتي ده فيديو اهو. احنا دلوقتي في المستشفى زي ما انت شايف، ومبروك دخلتوا رسمي اخطر واجمل مرحلة في حياتكم، الامومة والابوة، علشان احنا هنا بندعم المساواة في متاعب ومسؤوليات التربية. بس سامحوني هقاطع لحظة الاحتفال دي. شايفين هذا انا مش عايز اوريكم الفيديو كله، انا بس بوريكم ايه المهارة دي. المهارة دي زي ما انت شايف كده، طبعا في حاجات بروفيشنال اكتر من دي بكتير. انت بعد لما تتعلم الكورس هتكون قادر ان انت تعمل فيديوهات احسن من دي بكتير. كمان اعلمك ازاي تedit على الفيديو بطريقة لذيذة جدا، بحيث ان العميل اللي بيتفرج عليك او المشاهد اللي بيتفرج عليك من ما يملش من الفيديو. من الفيديو ده. دلوقتي الفيديو ده مكون من كذا لاير. اللي فيه منكم لو سمع عن الفوتوشوب، الفوتوشوب كله لاير، فنفس فكرة الوايت بورد انيميشن، عبارة عن لايرات. اولا اللاير الاولى هي الخلفية، اللاير التانية هي العناصر اللي موجودة دي. كل دي لاير انت بالتالي هتبدأ ان انت ترتبها بحيث ان انت يكريت معاك فيديو زي اللي انت شايفه. دي مهارة الوايت بورد انيميشن، مهارة سهلة زي ما قلت لك، بسيطة. طيب دلوقتي نخش في جزئية تانية، هعرفكم سريعا عن البرامج اللي احنا هنشتغل عليها، بحيث ان اللي هو يعني نكون، لو انت حابب انها تقرا عن البرامج اللي احنا هنشتغل عنها يعني. اول برنامج هنبدأ ان احنا نedit عليه او نشتغل عليه هو برنامج اسمه فيديو سكرايب. عندنا كذا برنامج بيطبق مهارة الوايت بورد انيميشن، من ضمنهم فيديو سكرايب، وكمان الادفانسد قوي الافتر افكت، وعندنا حاجة تانية اسمه دودلي. البرامج دي كلها يعني، دودلي ده بفلوس، فيديو سكرايب بفلوس، افتر افكت بفلوس. بس في اللي هو حاجة تانية بنقدر ان احنا نحمل منه برنامج فيديو سكرايب ده، بحيث ان هو يقدر ان هو يشتغل معانا، ولما الكريدت بتاعنا بتخلص في تريكاية بنعملها بحيث ان احنا نجدد الكريدت بتاعتنا بطريقة يعني شرعية جدا. طيب هنبص سريعا على واجهة البرنامج دلوقتي ونشوف الموضوع ماشي ازاي. طيب ده البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه. برنامج واجهته بسيطة جدا. الحاجات اللي قدامك دي عبارة عن تمبلت جاهزة ناس غيرك عملتها بطريقة، برضو زي ما بقولك كل واحد بيكريت المشروع بتاعه بالحاجة اللي هو عايزها. طيب خليني اقول لك نقطة سريعة جدا في الموضوع ده. المهارة دي بتساعدك ان انت تعمل رود ماب لأي حاجة تيجي قدامك. حرفيا الموضوع ده حصل معايا. يعني مثلا عندك الكيمستري مثلا، نتكلم عن الموضوع عملي. لو حابب ان انت تعمل رود ماب ليك كده تفكرك بأي حاجة انت حابب ان انت تذاكرها في الكيمستري، هتقدر ان انت تعمل الموضوع ده مع نفسك. الموضوع ده هيفيدك صدقني بعدين. دي كلها تمبلت ناس غيرك عملتها، بتشرح حاجات كتيرة جدا. طيب اللي على الجنب دي حاجات الاقسام بتاعه الابليكيشن، ومن هنا بنكريت نيو سكرايب. البرنامج اسمه فيديو سكرايب، فبالتالي اي حاجه هتشتغل عليها هتكون سكرايب. واول لما تدوس عليها بتختار من هنا الاسم اللي انت عايز تكريت بيه المشروع بتاعك، وبتختار من هنا المقاس بتاع السوشيال ميديا. انا مش جاي النهارده اشرح لك، انا جاي النهارده ادردش معاك في الموضوع. من هنا بتبدا ان انت تopen سكرايب الموضوع او الفايل اللي انت سيفته على الجهاز عندك. كل الكلام ده تعرفه بالتفصيل قدام. طيب آه انا بس دي كل حاجه كنت عايز اقولها. وحابب ان انا انصحك نصيحه بجد، لو مهمه جدا يعني، ان انت يعني حاول ان انت تقرب من ربنا. يعني بجد لو انت يعني مقصر في الصلاه، الكلام ده حاول بجد ان انت تقرب منه، لان الموضوع ده هيفيدك بجد بطريقه انت عمرك ما تتخيلها. انا ما كنتش بصلي حرفيا، بتكلم معاكم بصراحه. يعني اللي هو الموضوع ده كان بعيد شوية، ممكن اصلي يوم ويوم التاني لا، واصلي يوم التالت واليوم الرابع لا، واصلي اليوم الخامس، وهكذا. الموضوع كان متقطع. ابتدى الموضوع من السنة دي، ابتديت ان انا اغير طريقة تفكيري. قلت لا، انا لازم اللي هو انا كل يوم هصلي، لازم فعلا ان انا اخد الصلاة. احنا اصلا جايين هنا عشان هي اصلا الحياة دي عبارة عن تجارب او اختبار. انت جاي علشان تقضي حاجة معينة وترجع تاني. فدي نصيحتي ليكوا في اخر حاجه، وبالتوفيق للجميع. اخر حاجه حابب اقولها لك، المهاره دي تقدر ان انت تدخل منها كام يعني في البدايه كده. في الوقت اللي انا اتعلمت فيه المهاره دي، كنت مصدر الدخل ليا كان بالدقيقه، انت بتحاسب بالدقيقه، كان 80 جنيه
من 50 ل 80 جنيه. انت تبان الرقم قليل، بس هقول لك دلوقتي الرقم بكام دلوقتي. في الوقت اللي انا بكلمك فيه اللي هو من 3 4 سنين، دلوقتي المهارة الشخص التوب البروفيشنال لو انت هتتعامل في مصر، انا لسه ما اتكلمتش معاك لو انت هتتعامل بره مصر. لو انت هتتعامل في مصر حاليا المهارة الدقيقة اقل حاجة ب 120 جنيه اقل حاجة. انت مثلا بيجي لك العميل بفويس اوفر مش اقل من 6 دقايق، فاللي هو انت بتطلع من عميل 6 دقايق والعميل اللي بعده 6 دقايق وهكذا. انا مش بقولك ان انت يكون عندك عملاء كتير جدا في الاول، لا انا اقولك ان انت لو اشتغلت مع عميل او اتنين او تلاتة ده اقصى حد، انت كده شخص جامد جدا. حرفيا أنا كنت شغال مع 2 عملاء بس، فاهمني؟ قدرت ان انا اطلع منهم ارقام كويسه. زي ما بقولك مش بكتر العملاء. لا، حابب يعني اللي هو مش لازم يكون عندك عملاء كتيرة جدا. لو الموضوع كبر منك تقدر ان انت تفتح ايجنسي وتشغل ناس معاك، تبدا انت تعلمهم وتبدا ان انت ايه، تعرفهم الشغل ماشي ازاي. في بدايتي خالص كان ان انا اشتغل على اب وورك، الموضوع ده كان صعب جدا، وفريلانس كان صعب جدا. فابتديت ان انا ادور على مواقع تانية عربية علشان اقدر ان انا اشتغل عليها. اشتغلت على موقع مستقل، تمام. برضو جبت منه عميل واحد، العميل ده ما قعدش معايا فترة طويلة، واللي هو برضو في البدايات فاهمني. وابتدى العميل ده ان هو يشوف حد تاني. اتعلمت من الغلط ده واكتشفت ان انا اصلا ما عنديش مهارة اقناع العميل. بكلمك من وقتها، تمام. ابتديت ان انا بقى ما اعتمدش على المواقع دي. يعني انت كشخص بقى عندك سكيل، ما ينفعش تعتمد على اي موقع فريلانس في البداية، لانك اصلا انت هتخش هتلاقي وحوش جوه، شخص واخد التوب ريتنج في المهارة دي. فاللي هو انت ايه اللي هيميزك انت كان لسه بادئ عن غيرك واخد التوب ريتنج الفايف ستار، اكيد هيخش يكلمه هو. ففي البداية دور على انك تجيب عميل. اللي انا استنتجته برضو في مجال في طريقة التعلم للمهارة دي، هي مش مهارة دي بس، تمام. دور ان انت تجيب عميل من مصادر تانية. يعني مثلا انا جبت عميل من على الفيسبوك، من على الانستجرام. ابتديت ان انا ابدا ان انا اكريت مشاريع من افكاري انا. يعني مثلا ادور على اي مدرس ابدا ان انا اعمل له فيديو اعلاني ليه وانزله عندي على الصفحه، تمام. كريت صفحه. كل الكلام ده هتتعلمه معايا، وازاي تعمل بيرسونال براند ليك، بحيث ان انت تعرض شغلك لاي عميل يدخل الراجل ده مميز عن غيره. تعرض برضو تعمل بروتوفوليو ليك زي ما اعلمك. جزئية الفايب كودينج دي مهمة مكملة معاك في اي مجال انت هتخشه. الفايب كودينج هتتعلم معايا، مش هتتعلم معايا برمجة، هتتعلم معايا ان انت ازاي تكستمايز الاي اي كده ان هو يكريت لك الحاجة اللي انت عايزها. ده كان ردي على سؤالك. تقدر لو في اي كومنت تقدر ان انت تسأله، او عندك اي سؤال تاني تقدر ان انت ايه تسأل. تمام. بس دي كل حاجة حبيت ان انا اقولها لكم في موضوع في جزئية الفلوس دي. اما بقى بالنسبة لو انت تتعامل بره مصر، اقل حاجة الدقيقة ب10 دولار، ده اقل حاجة. بس دي كل حاجة عن المهارة دي، وكل حاجة انت هتتعلمها معايا انا شرحتها لك بالتفصيل. بجد انا اتشرفت بيكم كلكم، يعني اللي هو يعني انا سعيد جدا ان انا بحاضر طلبة بيفكروا نفس التفكير اللي انا بفكر بيه، وطلبة عايزة توصل لبوزيشن عالي، وطلبة عندها اهداف عايزة تحققها بعيدا عن اللي هو تضييع الوقت. زي ما بقولك درب الالجوريزم بتاع السوشيال ميديا على اي حاجة انت داخل فيها، دربها بجد على انها تعمل لك الحاجة اللي انت عايزها. يعني لما انت تخش تسرش على اليوتيوب، سرش على الحاجة اللي انت عايزها تكون ثابتة معاك. فيديو اديتنج، صدقني هتلاقي اليوتيوب كله بقى فيديو اديتنج، والفيسبوك بقى فيديو اديتنج. انا مش بقولك هنا اللي هو يعني مفيش هنا حاجة منبع خارجي، لا هيكون فيه، بس ما يظهرلكش حاجات تافهة، يظهرلك حاجات فعلا تستفيد منها. بس دي كل حاجة. دلوقتي جزئية الاشتراك دي هي يعني انا مش حابب ان انا اقولها في البداية، بس الحابب اللي يكمل معايا هيكون باشتراك بسيط جدا. هيكون رقم قليل يعني. بس يعني دي كل حاجة عن المهارة. اللي حابب ان هو ينضم لينا فعلا للكوميونتي بتاعت الوايت بورد انيميشن، ويبدأ ان هو يحقق اول مصدر دخل ليه بجانب دراسته، يبدأ ان هو هننزل حاجة كمان شوية على الواتساب، الناس اللي عايزة تشترك تملى الفورم وتبدأ انها تنضم معانا. بس دي كل حاجة. جزئية الفلوس دي هقول لك عليها. في بي دي اف هيتبعت لكم على الواتس، في كل التفاصيل اللي انت تقدر ان انت تقراها، تمام. وهتتعلم ايه، وكل الكلام ده هيكون مشروع في البي دي اف اللي هينزل كمان شوية. بس هي اقل من 50 جنيه فعلا، لانه رقم رمزي جدا، لاني في البداية مش هدفي الفلوس،
لان انا في الوقت ده انا ما لقيتش حد يعلمني المهارة دي علشان يكون عندي مصدر دخل. انا حرفيا كان مصروفي اللي هو 20-30 جنيه، فمش عارف اشترك في الكورس اللي هو ب 1200 جنيه ده. بس زي ما اقول لك انا مش هدف الفلوس في الاول.